تبقى انت مخلص الشغل اللي وراك وفاضل لك ساعه وتمشي، وتلاقي ايميل جاي لك بيلبسك تاسك محتاج شغل 10 ساعات. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اهو النهارده بقى انا جاي اكلمك عن ايميل التلبيس وتتعامل معاه ازاي. النوع ده من الايميلات بيكون من بره شكله بريء، انما من جوه فيه فخ، مقدمه عاقله وهاديه، وهوب تلاقي نفسك لابس. تلبس تاسك بقى، اي مسؤوليه تشيلها، غلطه وتلاقي شويه كلمات زي بكل تاكيد وللحرص على عدم التكرار، حاجات كده بتحطك في دايره الاتهام. انا عملت ايه؟ طب اعمل ايه بقى مع الايميل ده؟ بص يا سيدي، اول حاجه اقرا بتركيز عشان تفهم ايه اللي ورا الايميل ده بالظبط. تاني حاجه اوعى ترد بسرعه، لازم تفكر كويس وخد وقتك للتفكير في افضل طريقه للرد، لان الرد السريع هيلبسك. تالت حاجه اعمل من بينها واسال عن التفاصيل بذكاء، يعني ما تلبسش التاسك بسرعه كده، لازم تدافع عن نفسك الاول. رابع حاجه بقى ودي مهمه جدا، انك تبقى دبلوماسي في الرد، يعني لو زميل بيلبسك في غلطه انت ما عملتهاش ما تردش رد حاد وتغلط نفسك، انت تطلب فرصه لمراجعه وتقدم تقرير باللي حصل. خامس حاجه ما تشيلش المسؤوليه كلها لوحدك، خصوصا لو في اطراف تانية مسؤوله معاك. طب انت ما قدرتش غير عليا انا؟ هو انا بقيت الحته المايله؟ اخر واهم نقطه انك لازم تبقى حازم عند اللزوم قبل ما تلبس ايميلات كتير شبه الايميل ده. يلا ما حدش بياكلها بالساهل. كتير اوفر كتير كتير. في ايه؟